اكتر لما اتفرجت عليها في فيديوهات على قناة اون سبورت. بصراحة هدف جميل جدا 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 لإمام عاشور. الاهلي بدأ يهدى. برضو ودي حاجة يعني لازم نعالج المشكلة دي، لازم نعالج المشكلة دي في اللي جاي. اتمنى المدرب الجديد يبص على الامور ديت، وان شاء الله نلاقي لها حل باذن الله مع الصفقات الجديده. جاء فينا الهدف التعادل من اخطاء دفاعيه، يعني مش من شخص معين، لكن الدفاع كله بيتحمل. اعتقد يعني الشناوي ما يتحملش الهدف، لان الكرة كانت ده معديه او تقريبا على خط رمي، على خط ضربه الجزاء او بعده بشويه، فكانت كرة صعبه جدا على الشناوي. ويانو النور يعني لف بظهره، يعني لعيب طبعا ممتاز جدا ويعني الحمد لله ان هي عدت على كده يعني. الشوط الثاني نزلنا افضل طبعا، نزلنا بنهاجم، لكن يعني ما كانش في حاجه فيها خطوره بالشكل القوي جدا اللي تقدر تقول ان هي هجمات خطيره. في حاجات على استحياء يعني. طبعا التغييرات، نزل وسام ابو علي مكان جريدشار. وسام برضو ما كانش موفق قوي في المباراه، يعني الحمد لله كان توفيقه في الاخر. لكن في خلال الشوط الثاني التركيز كان قليل، الضغوط كانت كتير قوي على اللعيبه، الخوف ان هم يخسروا نقطتين. فالضغط كان جامد جدا على اللعيبه. وبعد كده كل شويه الكابتن عماد النحاس ينزل اللعيبه الاحتياطي يسخنوا وبعدين يرجعهم تاني. جاب حسين الشحات ونزله، نزل هو وعمرو السولية. وكل الجماهير كانت محتاجة علي معلول، كل الجماهير بتنادي على علي معلول. طبعا حصل موقف غريب جدا قدامنا، ان علي معلول بالفعل وجات طبعا بعد كده في الشاشة ان هو عماد النحاس طلبه عشان يجهز. فما عرفش لوحده كده، قام قايل له ارجع، ارجع دلوقتي. وبعدها بما فيش بدقيقه او دقيقتين لقيناه رايح يكلمه، يعني راح يكلمه زي ما بيعاتبه، انت رجعت ليه؟ مش حاجه زي كده يعني، اللي انت ايه اللي رجعك؟ يقول له يا كابتن ما انت اللي قلت لي ارجع. المهم طب قال له يلا يلا بسرعه. طبعا اخر 5 دقايق صعب قوي يا نحاس، صعب قوي. يا عماد انت نجم ونجم كوره، وانت عمرك ما تقدر. انا عارف ان المسؤوليه غير اللعيب، يعني المنظور بتاع المدرب غير منظور اللعيب. المدرب بيبقى شايف حاجات احنا مش شايفينها، بس يعني يعني كنا نتمنى يبقى بدري عن كده. يعني كنا نتمنى ان هي تبقى تغييره مع حسين الشحات او السوليه. لكن اعتقد ان من وجهة نظري ان هو كان لو كان نزله مكان كوكا كان خايف من الجهه دي، كان عليها شغل جامد قوي. فبالتالي كان خايف ان هو علي معلول ما بيرجعش يدافع. فكان خايف يعني. يعني احنا فعلا يعني كنا نفسنا علي معلول يشترك، احنا بنحب علي معلول جدا. لكن انا من وجهة نظري انا كنت حاسس بالكابتن عماد ان هو كان خايف من النقطة دي. تمام. علي معلول عايز يثبت نفسه للناس من خلال الاهداف وصناعه الاهداف، فممكن يعني ياثر في الناحيه الدفاعيه. ودي كانت مشكله الكابتن عماد النحاس بالذات. في الخط ده كان طبعا اسحاق كان شغال، كانت الدنيا في المنطقه ديت رايحه جايه، فكانت في مشكله كبيره جدا. فالحمد لله هو طبعا عمل تغييره كلنا استغربناها بامام عاشور. امام عاشور مكسر الدنيا، امام عاشور عامل مباريات فظيعه، عامل مباراه جميله. فاستغربنا، لكن عارف انت بعد الفوز كل حاجه بتتنسى. لكن يعني ما شفتش بصراحه تفسير الكابتن عماد النحاس للتغيير ده. يعني خلاص كان اخر دقيقتين ثلاثه، كان ممكن او 5 دقايق كان ممكن يطلع كوكا، بس برضه خاف. يعني يقول لك ايه، انا اتعادل احسن ما اخسر، اتعادل احسن ما اخسر. فطبعا شفنا هجمه في منتهى الخطوره من اسامه فيصل قبل ما يطلع. يعني بصراحه ياسر ابراهيم نجم المباراه بعد امام عاشور.